سابر سنوات واحنا نشوف هذه السيدة العظيمة الأم المكافحة قديش تعاني وقديش تترجى في السوشيال ميديا. خلاص ما يبغون يعطونها أولادها، جميل خذوهم، لكن ليش يدخلونها السجن عشان شوية فلوس؟ لعن الله أبو الفلوس، لعن الله أبو الفلوس. الله يحرق الفلوس اللي تهين الأنفس، اللي تهين الناس، اللي تهين امرأة. يا مجتمع يا عربي خلونا من الدين، يا مجتمع يا غيور يلي همتك المرأة اللي تلبس مايوه، ما همك المرأة اللي قاعدة تعاني من سنوات عشان فلوس تدخل للسجن. عادة بيجوني شوية حثالة كذا يقولوا لي انتبهي لا يطق فيك حرق، أقول لك هذا دراما ما عليك منها. أي دراما، هذه دراما، لكن الاثنين الزنوبة اللي يسوون الزنوبتين كذا يسوون نفسهم حبايب ويبغوا يسووا لكم حركات ودراما وبعدين يتزعلون ويطلقون وينفصلون ويرجعون، هذول مو دراما. اللي تيجي تتمرقص وما عندها سالفة ولا تعرف ترقص شكلها يفشل، وجهها يفشل، كلها ميك اب وكلها فلتر، واللي ما تعرف تركب كلمتين تحطونها ترند، اللي ام برطم تحطونها ترند، اللي تلبس بكيني مثلي تحطونها ترند. ليش؟ عشان شوية لحم؟ طب والام اللي قاعدة تنظلم ايش وظيفتكم عشان الام اللي قاعده سووا لو مره خير؟ انت سووا مره كذا مره واحده في حياتك، سو خير ووقف وقفه رجال بدل ما توقف وقفه نعال. خلاص بس همك نفسك وشهواتك ولحم، خلاص وقفوا مع هذه المراه. امراه، هذه سيده، هذه ام قاعده تدخل السجن، سجن سنه كامله. منى سابر يا سيده يا ام يا عظيمه يا مكافحه يا جميله يا هاديه، انا اكثر شخص فاهمك، وفي سيدات كثير فاهمينك، لأن عشنا الألم من أقرب الناس لنا، من الناس اللي كنا نحسب إن إحنا لحمهم ودمهم، اللي أمناهم على أرواحنا. خلاص يا منى، خلاص بنتك صارت شحطش كبرها، لو تتزوج تجيب أطفال، لو تحبك حترجع لك، لكن أنت تستحقين الحياة، تستحقين الصحة، تستحقين إن تعيشين بسلام، تستحقين ان كرامتك تكون معززه، واصلا كرامتك معززه في كل الاحوال. في اباء اغتصبوا بناتهم وما دخلوا السجن، في امهات رموا بناتهم على عمر 5 سنوات و6 سنوات في الشارع وما دخلوا السجن. كيف ام تدخل السجن عشان شويه فلوس؟ كيف احنا نقبل؟ كيف الملايين اللي قاعده تسمعني الان والملايين اللي موجوده في العالم العربي، كيف لما تشوفون ام تبكي وتطلب أحد يتدخل في قضيتها وعادي؟ كيف؟ كلنا منى سابر، سيدات ورجال كلنا منى سابر، كلنا راح نشترك في هذا الهاشتاج على تويتر، كلنا راح نكون معاها. آخر رسالة أنا راح أوجهها للجميع، كلنا نقدر، لو كل واحد فينا اشترك في الهاشتاج اللي على تويتر وكتب كلمة واحدة، كلنا نقدر نرفع هذا الهاشتاج وكلنا نقدر نكون منى سابر، لأن كلنا عندنا قصة من قصص منى سابر في حياتنا، وكلنا نعرف قديش ان احنا راح نجازى على هذا الاحسان، لان هذا احسان. اهل البحرين، اهل الكرم، الناس اللي ما نعرف عنكم الا الكرم والهدوء يعني الشهامه، الناس اللي نعرف عنكم الاحسان. السيده العظيمه هذه تهان من ابن بلدكم، السيده العظيمه هذه تحتاج وقفتكم. اذا كنت شخص عندك منصب وتقدر تساعدها لا تقصر، لا تقصر، لان الله يعلم ويرى، وراح ينصفك في يوم من الايام لما تحتاج هذه الوقفه اللي انت وقفتها مع هذه السيده. يا سيدات المجتمع البحريني، يا سيدات المجتمع العربي كلهم، هالانسانه تحتاج وقفتنا معها. انا رسالتي الوحيده لحلا ترك، انا اتمنى امك، انا ما عندي ام. انا الام ما تتعوض، هي ام كويسه، هي امها ربت كويس، هي ام كانت استغلاليه whatever. الام ما تتعوض، مش لاني ام، بس لانه في يوم من الايام حتصيروا امهات ويصيروا هذا الشيء. الام كنز، المفروض الواحد ما يسوي له. فشيء جدا مزعج اللي قاعد يصير، انه تفكر شويه يا حلا، امك هذه ايش ما كان، لا تقولي لي جدتك وابويا ومرت ابويا، امك هذه ما حتتعوض ولا حتتعوض ولا حتلاقي ام ولا حتلاقي احد يحبك زيها. انتوا تعرفوا انا ما احب ادخل في متاهات مشاكل السوشيال ميديا، لكن بحكم اني ام زعلت جدا جدا، زعلت وتاثرت، فالله يهدي الجميع. وصار شيء مؤلم جدا جدا. في ناس كثير ضد حلا ترك، انا بالنسبه لي حلا ترك لسه طفله. في ناس كثير تقول انه حلا ترك رافعه الامه قضيه وناشبين عليها انه حرام ومش حرام، وانا اشوف انه حلا لا تملك اصلا انه هي ترفع قضيه، لانه اهلها، انه
انه في اهلها وناس وصيين عليها هم اللي يتحكموا حتى يمكن بشغلات كثيرة يعني قضائيا وقانونيا وهالامور. تصور انا شفت حالة كذا مرة شفت حالة كذا مرة وشفت قديش هي طفلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشان كذا أنا هذا اللي بيوجعني. قصة والدتها أكيد يمكن هي يعني، بس كمان يعني أنا أوكي، ما أظن في يوم من الأيام حتى لو بنتي ما أعطتني فلوس راح أطلع هاوشها وأفضحها. يعني حتى لو دين يقول ان انت ومالك لابيك، او بمعنى بيوسع الوالدين ان احنا مالنا وحياتنا كلها الاهل، ولكن اتصور كمان ما هي هينه انه يطلع الام او الاب يتكلموا عن بنتهم ويفضحوهم. يعني انا اقول لكم شيء، انا الحين لو عندي ولد وابغي ازوج الحلا ما راح ازوج الحلا على حسب ما اسمع، يعني على حسب ما قاعدة أسمع إنه عملت في أمها ورفعت قضية وهي عاقة وهي أهلها يتخانقوا وأبوها يسب في أمها وأمها تسب في أبوها ومرات أبوها ما أدري إيش تسوي. أنا لو عندي ولد ما راح أجوز. يعني كيف توصل بنتها لهالمرحلة إنه ممكن تكون إذا حد فكر حد في يوم من الأيام إنه يناسبها يقولوا لا بس انتبه ترى أمها قالت عنها عاقة ورفعت قضية على أمها. والأهل كمان اللي يساعدوا البنت إنه يعني دايما يقول لك يعني أنا الحين لو رايح أرفع قضية على حد لازم أشور حد أكبر مني، والحد الأكبر مني هذا قال لي لا والله لا ترفع قضية ترى والله راح أسمع كلامه، لأنه في مصر يقولون لك اللي ملوش كبير اشتري له كبير. سو أنت دايما الواحد يعني هي إذا طفلة أكيد يعني حتى لو جاء في بالها قالت أنا برفع قضية على أمي، طيب انه وين الكبار؟ وين الكبار اللي يقولوا لها لا حتى لو كانت امك حرام تعملي كذا؟ هذه مسؤولية على الكبار. انا يمكن الحين بالنسبة لكل اللي قاعدين ينتقدوها اكون انا معاكسة للموج، ولكن انا قاعدة اتكلم ضميريا يا جماعة. الله لا يعوزني لبنتي والله لا يعوزني الله يلعن الفلوس والشهرة اللي توصل أهل يسووا ببعضهم كذا. الله يلعن أمها هالفلوس اللي توصل الأهل إنه يسووا في بعض كذا من جد. يعني إحنا أكيد يعني هي مش هذا هو المعلم الوحيد للقيامة يعني للآخرة إنه قربت، ولكن هذا من ضمن المعالم. في سر أنا عندي وللأسف لأنه أنا كنت بروفيشنال. يوم من الأيام أنا سألت حلا، قلت لها كان في انترفيو شافوه العالم، قلت لها لو أنت خيروكي ما بين أنك تجلسي مع والدك أو مع الفنانة دنيا بطمة أو أنك تجلسي مع أمك، إيش حتختاري؟ وقلت لها ما تقولي على الهوا، قولي لي يا في أذني، ماني دخل فيها أنا. وعلى فكرة أنا حلا أتكلم عنها، ترى حلا طفلة يعني أنا فنها لا يروق لي أنا لأنه أنا ماني طفلة، هي فنها أكثر للتينيجرز، ولهذا أنا جالسة